هيبقى في استاد القاهره الدارسين اللي اتعلموا ومعاهم الشهادات بتاعتهم، وعمرو دياب بقى وبقيت كل شركه مشروع المشروع يعني مش ناس كتير قوي بس، وهيبقى في حفله كبيره في الاستاد. عمرو دياب قال انها هتبقى 6 اكتوبر اللي جاي في الاستاد ده اللي اتعلم ومعاه الشهاده. ان شاء الله تشجعوا، وفي امتحانات على فكره يعني انت تتفاهم وبعد كده تاخد الشهاده ان شاء الله. بس كان لازم نعرف ان ده مشروع يعني مش احنا نعمل مشروع ده كده، ده مشروع على مستوى. انا حابب ان انا كمان انا عايز اعرف بقى حضرتك عايز تتعلم ايه؟ انا عايز اتعلم في حاجتين، ان انا اعرف اقرا واكتب، وفي نفس الوقت عاوز شهاده اللي محتاجها برضه، محتاجها في ايه؟ في رخصه، في وظيفه. تمام. كده بس انا لو لقيت ربنا كرمني لقيت نفسي مستوى حلو هكمل. يعني هكمل لغايه ما اخش بقى، ربنا كرمني في كليه، في جامعه، في اي حاجه مش هتفرق. انا عايز اقول لك طبعا حلو انت عايز الشهاده. ايوه انا عاوز ان انا برضه ان انا احتسب كل خطوه بتمشيها هنا للفصل على حسابات ان انت بتجاهد عشان تتعلم. ايوه لان انا عاوز لما اجي اروح مشوار ولا في حته ابقى عارف دايما انا رايح فين والكلام ده بس. تمام. وحتى انا معلش انا غيرت من ابني. انا ابني في سنه اولى ابتدائي. ايوه. ومسك كتاب كده الله اكبر عليه يعني ما صدقتش. طب يا كل الابهات يعني يقولوا مراته متعلمه. بس انا قلت انا من زمان يعني انا نفسي اتعلم بامانه، يعني بشوف لما بشوف في زمايلي المحامي والمحاسب يعني الاستاذ والمدرسه الكلام ده. حضرتك طب دخلت مدرسه قبل كده؟ دخلت. طب كويس، طلعت بقى من سنه رابعه، 5 ورابعه، 5 و6 بس. انت عندك صداقه اكتر بقى. انا رحت اجيب اساسا يعني الشهاده بتاعتي ما قال لك لا مش موجوده دي كانت حاجه. روح بقى لما تتعلم وعايز بقى تكمل بقى في اكمل ايه يمكن ربنا يطلع دي يعني ابقى حاجه حلوه. لا ما انت ممكن تكمل بقى. ايوه المراحل المختلفه من التعليم بقى عاديه ايوه عارف ان ربنا وانا بتعلم كده ربنا كرمني بحاجه حلوه. بس تحتسب كل ده تاخد بيه حسنات ان انت تتعلم عشان تعمل كتير قوي تخدم بلدك وتخدم نفسك كمان. ايوه صح. وتتعلم قرآن وتتعلم كل حاجه. طب انت يا محمد عايز تتعلم ايه بقى؟ عايز تتعلم محمد ايه عايز اتعلم يعني اخش المدرسه. شاطر. وعايز تطلع ايه يا محمد؟ نفسك تطلع ايه؟ اي حاجه. لا مهندس. لا انت قلت لي قبل كده عايز اطلع ظابط. مهندس صح؟ جميل يا محمد. عايز تتعلم بقى ان شاء الله كده؟ طب شاطر حلو قوي. هو التعليم مش وحش، التعليم جميل. لا ما شاء الله التعليم جميل جدا، انا بحب التعليم يعني. ما بقاش معلش لما اكون جاهل كده ومش عارف حاجه واحد يكلمني مش هقدر ارد عليه. لما اكون يعني متعلم وبعرف اقرا واكتب واحد يجي يكلمني اعرف ارد عليه، دي لا غلط، دي صح، دي كذا وكذا. تمام. وتبقى يعني انا عارف الدنيا ماشيه ازاي كمان. صح. عارف البلد بتاعتي ماشيه ازاي، ايه اللي ضدها وايه اللي عليها وايه اللي الناس بتعمله بلد. انت لما بتتعلم اول حاجه بتروح على نفسك. ما حدش يقدر يضرك، هتبقى عارف يعني. حتى لو جيت لمؤاخذه في ورقه واحد قال لي مدير عليها ابقى عارف برضه دي ايه. ما على مؤاخذه مش خلاص. تمام. بس هو يعني حوالين كل حاجه مش شايف. بس مش شايف يبقى قدامك كل حاجه حلوه وحاجه وحشه بس يبقى عارف مش عارف. انا عايز اقول لك ان انتوا قدوه للناس علشان انتوا مش بتتعلموا قدوه ليهم تتعلموا والناس تتعلم ان شاء الله. وانت كده بتشجعهم على كده. لما اشوف واحد بقول لا يا عم في ناس بتتريق عليا بقول له يا ابني هو عيب ولا حرام؟ انت تقول ايه للناس بقى اللي هي عماله تقول ايه هو بعد ما شاف بقول له انا عاوز اتعلم يا عم، ربنا ما ارادش ان انا ربنا ما قدرش يعلمني او ما قدرش يصرف عليا، انا اكمل نفسي بنفسي مش عيب. وبرضه في نفس الوقت اعلم ابني. بعد ما شاف دي هو اولا يعني الانسان له حسنات غير مفتوح حتى لو وصل 90 80 سنه، بس طول ما هو بيتعلم بياخد حسنات كمان بيعرف جديده. ايه يعني مش عيب. هو مش عيب، هو الناس في المشروع كبار في السن على فكره. ما قدرش يمكن كان في ظروف بتحصل له زمان مش قادر يتعلم. فلما اتحسن دلوقتي وبقى علاقته ماديه حلوه انا مره واحد في السوق قابلته قال لي انا كبير وكده، قلت له كام سنه؟ قال لي 34. بعد ما شاء 34 ده صغير يعني هو من سن يعتبر يعني اكبر مني سنه. يعني اكبر مني سنه مش مشكله. لا يبقى بصي ده انا مؤاخذه يعني ده اللي مخه ما بيفهمش فيه كويس. يعني انا داخل اتعلم ماليش دعوه بالناس، انا ليا دعوه بالنفس. لما اشجع ولا يا عم ده حلو ده جميل ده ناس مؤدبه وناس محترمه وبتديك كل حاجه ما تاثرش معانا في حاجه. ما تخش يا عم في ايه؟
ربنا يكرمك بحاجه، تبقى مهندس، تبقى ظابط، تبقى دكتور، صح. تبقى محاسب، تشتغل في شركه نظيفه وشركه محترمه. بس يعني احنا بنشكر اي حد جاي يتعلم وربنا يوفقنا ان شاء الله. امين يا رب العالمين. انا انا بقى بقى كنت شويه في الدرس عمال ما يجوا معلش بعد كده الدرس هو صغير نسيت. هو العمل الجميل اي عمل في الدنيا طالما حلال يرضي ربنا خلاص اي عمل مهما كان بسيط وما حققش من اي عمل. طبعا بيقول للرساله تشوفوا الناس اللي بيشتغلوا اي عمل يعني ربنا يكون بيه. انت بتحب شغلك بقى؟ بحب الشغل. بتحبه قد ايه بقى؟ يعني بحبه لدرجه ان هو بياكلني عيش، فاتح بيتي. تمام. يعني لو قصرت فيه بقصر في بيتي وبقصر في عيالي. صح. الواحد يحب الحاجه اللي بيعملها. يعني انا احب شغلانتي دي وانا عيل صغير زي ما كل المهن على فكره احنا محتاجينها جدا. يعني مفيش مهنه مش محتاجينها. لا كبيره او صغيره. طب الدرس ده بقى اسمه عمل. الحروف بتاعته عام ما ولاد. هناخد اول حرف بس اتفقنا ان احنا بنتكلم بالطريقه الصوتيه. يعني ايه الطريقه الصوتيه؟ يعني صوت الحرف. هو ده بس هقول ايه عاد. صوت الحرف. يبقى اسمه ايه؟ عاد. اسمه عاد. يعني بس هناخد اول حرف نشوف كده. عاد اول الكلام شكلها كده. نص الكلام شكلها كده. اخر الكلام شكلها كده. يبقى اسمها ايه؟ عاد. عاد عشان في ناس تقول لا اسمها ايه؟ هي اسمها عاد. اسمها ايه؟ بس اسمها عاد. يعني بنتبع المنهج الابتدائي اسمها عاد عشان كمان دلوقتي سهله جدا وبتطلع بسرعه. اسمها عاد. فاحنا هنشوف مع بعض اول حرف. خلاص ده اول حرف. الاول شكل كده. النص شكل كده. اخر شكل كده. وهنكتب بعد كده لما يبقى احنا في الاول شكل كده اسمه عاد. طيب انا هجيب بعض الكلمات على حرف العاد. انا اقول الاول مثلا علي. علي. هتقول لي كده علي. علي. علياء. عفاف. برافو. يلا قول لك علي. شاطر. علي بس انا كتبت علي. عماد. برافو عماد. معلش بعرفك كده. عماد. يلا يا محمد قول. عبد الله. شاطر. عبد الله. عبد الله. وهو عبد الله عبد الله. مثلا في عبد الرحمن. في عبد. جميل ما شاء الله. يبقى انت كده قلتوا اللي في الاول. حد عنده اي كلام تاني مثلا؟ اي حاجه عام. علي الله. عنب. عنب اهو. يبقى خلاص يبقى ده في اول الكلام. يعني لازم بس لو احنا نكتب نكرر الكلام عاد علشان ايه؟ تقدر تحفظه. عشان ممكن نكتب واحنا مش عارفين بنكتبها ازاي. يبقى عرفنا ده شكلها في اول الكلام اهو شكلها كده. نص الكلام شكلها كده. طب كل حرف على فكره عامه مثلا النان كده في النص كده كده يعني على وتيره واحده على شكل واحد. على كذا شكل واحد. يبقى ده شكلها في الاول. طب اكتبها عشان اعرف الشكل التاني. اكتبوا بس كشكول العاء كده. اكتبوا كده مشغول. ما عادش كشكول. كشكول. اكتب بس عشان اكتب حرف العاء. ايوه. محمد معايا؟ طيب. حضرتك اكتبه في نصه ولا؟ لا في الاول اصل الاول هنا في حاجه. لا هنا بعدين انت عشان تبقى وانت بتكتب العاء فيها كذا كلمه تبقى عارف الشكل. العاء بتيجي كده في الكلمه. يبقى الاول ما قلناش اي حاجه. بكتب نفس الحروف كلها. لا اكتب بس الاول عاء. كتبت لا. اكتب كلمتين مثلا علي وعلي عشان تبقى فاهم. عشان تبقى شايف يعني مكانها في الكلمه. لكن الاول مش بيبقى لها اي حاجه. ايوه. يبقى ده محمد ايه؟ عاد شكلها في الاول. خلاص؟ نشرح بقى اللي شكلها في النص. في النص عامله كده. يعني ايه في النص؟ نص الحروف. نص الحروف. يعني ما بتجيش في الاول خالص، شكلها في النص. طيب حد عنده كلمات في النص؟ انا مثلا اقول لكم مثلا سعد. اهي. بصوا جايه فين؟ اهي. شكل دي ولا لا؟ ايوه. يعني في النص. يعني ايه في النص؟ يعني قبلها حروف. ده شكلها عندكم. قول لنا كلمه كده في النص. طب انا هقول لكم بقى كلمه على اسم دوله كل سنه بنحكي فيها. السعوديه. ده برافو عليك. السعوديه. اهو. النص ولا مش النص؟ نص. ايوه. طب قول لنا في اسماء كتير على حرف العاء في النص. كتيره يعني
سعيد مثلا. سعيد. سعيد. في حاجات كتير بقى. سعد. برافو سعد. سعد. ده سعد وده سعيد. سعيد. ايه كمان؟ اسعد. في اسعد. اسعد في النص بس احنا عايزينها ايه؟ سعد كمان بنت اسعد بنت. في كمان مثلا نلعب. سعودي. نلعب. سعودي صح. صح. شاطر. برافو عليك. قول يا محمد كده. العب. كتبت نلعب. ما هي دي. العب. شاطر. شاطر يا محمد. يبقى احنا كده عرفنا اشكال في الاول وفي النص يبقى اسمها عايد. بقى عايد. عايد. يبقى دي في النص يعني ايه؟ يعني نص كلام. قبلها حروف. ممكن يكون قبلها حرفين بس يبقى في النص. طيب في الاخر بقى ده شكلها اهو. ده شكلها في الاخر. انا مثلا اقول كلمه وكل واحد يقول كلمه. هقول نعناع مثلا. هي نعناع ما شاء الله جايه برضه في الاول وجايه كده يعني نعناع الاثنين في الاول وفي النص. مثلا طب اقول لكم شهر من الشهور. شهر من الشهور شهر من الشهور. اخر حرف العين. شهر عربي. او اللي هو بيبقى جايين له فيه ورود كده. رمضان. لا بيبقى فيه ورود وفي شم نسيم زي ما بيقولوا يعني. شم نسيم. يعني لو بقى في جو جميل بيبقى ايه؟ يعني ربيع. 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 ايه تاني؟ حد عنده كلام تاني؟ اخر حرف العين. خلاص احنا المهم عرفنا اخرها بقى كده. محمد انا زعلان منك عشان انت مش بتركز معايا. اصل هو بس يا جماعه الاستاذ محمد النهارده بس اعتذر فانا بداله. مفيش مشكله. هو بيكتب عشان يجي ورق مش هيجي. مش جاي. على مدى خلاص يبقى خلاص عرفنا في الاول وفي النص وفي الاخر. لو بتكتبوا بس في النص ده كام كلمه كله؟ لا يعني اكتب كام كلمه عشان تبقى عارف ازاي بيجي في الكلمه والعادة. العادة ايه؟ يعني ما شاء الله ما شاء الله عليكم. اكتبوا يعني مثلا العاد معناه وربيع مثلا كلمتين عشان تبقوا عارفين. اللي تشتغل بقى محمد. لا هم كلمتين. يبقى احنا عرفنا ان ده اكثر من السنة كمان نقول مثلا دي عمارة مثلا حاجات كتير. ده لو قعدنا نقول هنبقى في كام كتير اصلا. خلاص؟ كتبت يا محمد؟ طب عشان بعد لما نكتب هطلع لكم تكتبوا الحروف دي. يعني هقول لكم بس اقول لنا العادي الاول خالص في الاول. يعني انتوا في حاجه مش فاهمينها في حرف العقل؟ لا حلو. لا فاهم. لا فهمت كده. عشان بس ما نخشش على الحرف الثاني وانتوا لا مش فاهمين. لا انا فهمت حضرتك. قلنا العاد في الاول كده. ايوه كده في الاخر كده واسمها عاد. عادي. طريقه يعني زي الحرف ده عامل زي دي. دي كده. لا هو لا ده بس لا هو بص الحرف ده حاجه ثانيه بس هو شبه بس شبيه. حاجه ثانيه بس حاجه ثانيه. نروح بقى حرف الميم. اسمه حرف الميم. في الاول انت كتبت محمد العقل. في حاجه مش فاهمها في العقل. ازاي؟ في حاجه مش فاهمها في حرف العقل. مش عارف اقول عاد. شاطر. وعرفت الاول في النص في الاخر شكلها ازاي؟ طيب الحرف بقى الميم. في الاول شكله كده. في النص شكله كده. نفس النظام. زي نظام محمد. اي حرف في النص بيبقى كده. في الاخر شكله كده. انا بس مش عايزه اديكم كتير عشان
يعني يبقى بعد ما حطينا حرف العين نحط حرف من الاول، الناء في الاول شكل النص في الآخر. في الاول مثلا عايزين نجيب اسماء على حرف الماء في الاول، مثلا قول نعم. محمد. برافو عليك محمد. اسمك محمد مجدي صح؟ انت الاثنين ده مهما محمد مجدي. منى. منى. محمود. لان لو افعل قوي لو اسمك كمان ايه معرفت ما قلتوش. محمود ده مش شاطرين. حاجه كتير قوي. في مثلا هقول لكم فزوره على حرف مثلا حاجه في الحلويات اقول امان. عامله كده بعضها. مش برافو عليك. يبقى عرفنا شكل الماء في الاول؟ مثلا كان في مثلا منور في ماهر مثلا. ممكن بس استاذن حضرتك الشرح؟ لا اتفضل والله انا لك والله. لا اتفضل خد الميه. مش بس الميه عشان توصل. الميه عشان هسمع اسمك اللي محمود. تكتب ايه يا محمود؟ ها؟ ايه؟ تكتب ايه؟ انا اسمي محمد. معلش انا اسفه. معلش اسفه يا محمود اصل عشان انت زميلك اسمه محمود فبتاخد منك معلش.